السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة، ويا رب دايما كده نكون قد الثقة اللي انتوا بتديها لنا، ودايما كده يا رب عند حسن ظنكم. بحب برضو افكر حضراتكم ان احنا بنستنى في التعليقات بتاعتكم الجميله تكتبوا لنا اسامي وصفات واكلات جديده نقدر نطبقها سوا مع حضراتكم بطريقه سهله وبسيطه في متناول الجميع باذن الله. ما تنسوناش بقى باذن الله في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا ان شاء الله. تعالوا بقى النهارده نعمل معانا حاجه حلوه كده جميله. هنعمل مع بعض النهارده البرجر الاقتصادي. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله، مش هتكلفكم كتير. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا النهارده عباره عن ايه. معايا النهارده البرجر بتاعي. معايا نص كيلو من اللحمه، ومعايا ربع كيلو من البرغل. ممكن هنا بنعملها بحاجتين، يا اما برغل يا اما فول صويا، بس انا النهارده هعمله بالبرغل لان انا لقيته طعمه احلى في البرغل. التوابل بتاعتي النهارده عباره عن ايه؟ معايا معلقتين كبار من توابل برجر من ماجي. معايا ملح، قرفه نص معلقه صغيره، معايا كزبره برده نص معلقه صغيره، مكعب مرق، معايا توم باودر، بصل باودر، معايا شطه، ممكن بابريكا، فلفل اسود وملح، بس مش عايز اكتر من كده. وليه بقى احنا هنا مش بنكتر التوابل؟ عشان نحس بطعم اللحمه بالذات او اللحوم بالذات لما بندخل فيها توابل كتير طعمها بيتوه في وسط اللحمه، فاحنا عايزين نحس بطعم حته اللحمه اللي احنا بناكلها. البرغل بتاعي انا جبته وحطيته في طبق، وحطيت عليه ميه سخنه، سبته لمده نص ساعه لحد ما شرب الميه بتاعته خالص، وبعد كده عصرته كويس جدا او صفيته من الميه بتاعته، وبقى عندي بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. هعمل ايه عندي بقى؟ هجيب هنا عندي بوله كبيره كده، هنزل فيها باللحمه، نص كيلو من اللحمه. طبعا ممكن نزود او نقلل على حسب ما حضراتكم عايزين. وهنزل عندي بالبرغل بتاعي كده، وكمان البرغل هنا بيخلي اللحمه بتاعتي طريه جدا، مش ناشفه. وهنزل عندي بالتوابل كلها بتاعتي مره واحده، نكسر كده مكعب المرق، وهنزل عندي بالتوابل كده كلها مره واحده، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. وبعد ما اقلب بقى الكلام ده، انا هنا مش هنحط بصل، ولا مش هنحط بصل صحيح ولا اي حاجه يعني. في ناس ممكن تحط بصل، بس جربوها كده هتعجبكم اكتر بكتير. بعد بقى ما اقلب الكلام ده كله كده مع بعض، التوابل مع البرغل مع اللحمه، هروح جايب الكبه بتاعتي وهنزل فيها بالكلام ده كله شويه بشويه لحد ما الحاجات دي كلها تختلط مع بعضها. قلبت كده كويس، دخلت المكونات كلها في بعض والتوابل بتاعتي، مش عايز اقول لكم ريحته عامله ازاي. هجيب بقى عندي الكبه كده، هنزل فيها بكميه اللحمه المناسبه، مش هكتر عشان المكونات بتاعتي تخش تتجانس مع بعض وتختلط كويس. هضرب بقى الكلام ده كله عندي في الكبه، هفصل بصه مع حضراتكم هضربه، وهنرجع نشوف بعد ما نضرب شكله عامل ازاي. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه كده بعد ما فرمت بقى كميه البرجر بتاعتي. ده بيبقى شكله اهو تمام كده. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين ان احنا نقرص البرجر بتاعنا. هنعمله ازاي؟ هناخد كده طبعا اللي هنقرص في المكبس ده. المكبس ده طبعا موجود دلوقتي في كل حته دلوقتي، وسعره مش غالي يعني. تمام. طيب لو هو مش موجود هعمل ايه؟ هجيب قطعه اللحمه عندي، هكورها بالطريقه دي كده تمام، وهفردها عندي على رخامه مدهونه سنه من الزيت عشان بس اللحمه بتاعتي ما تلزقش فيها. وبعد كده بطبق مثلا زي كده اهو، وهروح قاطع اللحمه بتاعتي بيه بالطريقه دي عشان تبقى متساويه يعني شكل البرجر، بس مش قصه يعني. هاخد بقى عندي هنا يعني هنحاول قدر الامكان ان احنا نخلي قطعه البرجر بتاعتنا تكون رقيقه، لان اللحمه عندنا اول ما بتنزل في الزيت او على النار بتكش، فبالتالي بتتخن، فاحنا مش عايزينها تبقى تخينه قوي. هجيبها عندي كده، هجيب عندي البرجر، هحط فيه ورقه من ورق المناديل او اكياس الثلاجه عامه، هحط فيه القطعه بتاعتي بالطريقه دي. وهنا عندي انا حاطط القطعه دي كده، الكيس المناديل دوت على القطعه الثانيه، وعاملها باستك من هنا عشان مش لازم كل شويه افك واعمل، وهضغط عليها بالطريقه دي كده قدام حضرتك لحد ما تتفرد عندي
في الكيسه بتاعتي. هو المفروض اصلا ان احنا نعصها بس سنه من الزيت عشان ما تلزقش معانا. بقت عندي بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين اهو، بالشكل ده كده تمام. هفصل بقى مع حضراتكم اكمل باقي الكميه بتاعتي وارجع لكم تاني نشوف هنسويه ازاي. خليكم معايا. رجعنا تاني كده يا جماعه بقى بعد ما خلصنا كميه البرجر بتاعتنا. حطيناه رصيناه في صينيه زي كده. وانا لو عندي الكميه بقى ازيد بحط فواصل ما بين كل طبقه والتانيه وارص عادي البرجر بتاعي. طب انا لو عايز اعمله احطه في الفريزر بنفس الطريقه، اجيب في علبه او في اي حاجه ممكن احطها في الفريزر. هرص طبقات البرجر، وكل ما بين كل طبقه والتانيه اكياس من اللي هي المناديل دي او اكياس التلاجة هفتحها واحطها فواصل ما بين كل طبقه والتانيه. عندي هنا بقى طاسه على النار فيها سنه صغيره من الزيت مش كتير يعني، وهنزل فيها بقى بالبرجر بتاعي بالطريقه دي علشان نسويه. هو اصلا البرجر من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت في التسويه يعني. هسيبه هنا كده عندي على النار يعني من 5 ل 10 دقايق او 5 دقايق بالكتير قوي على الجنب دوت، 5 دقايق على الجنب التاني هتلاقوه اللون بتاعه اتغير. هبتدي اقلب على اليمه التانيه. بس هي دي تسويته يعني. نقدمه بقى زي ما حضراتكم عايزين، نعمله سندوتشات، ممكن يتقدم جنب مكرونه بالصلصه، اي حاجه. وزي ما قلنا ممكن نعمله بالفول الصويا. هجيبه برده هنقعه، بس الفول الصويا تاخد وقت اكتر في النقع يعني، ممكن ياخد مثلا ساعتين اقعد انقعه فيها، انقعه في ميه عشان ينفش معايا واخد الطريقه اللي احنا شايفينها دي يعني، اوصل نفس النتيجه اللي احنا شايفينها دي. هبتدي بقى اقلب كده على اليمه التانيه. يعني احنا لو مش عايزنا نقلبه كده هجيب بس السباتشولا وهنقلب كده البرجر بتاعنا بقى على اليمه التانيه. مش عايز اقول لكم ريحته فظيعه يا جماعه. هو خد عندي اللون كده اللي احنا شايفينه ده، هياخد برده نفس اللون على اليمه التانيه زي ما قلنا. هو مش بياخد وقت. بصوا بقى ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا لما كنا حاطين البرجر كانوا واخدين مساحه في الطاسه كلها. اول ما ابتدى يدخل معايا في السوا يعني كش حجم البرجر ذات نفسه صغر. فعشان كده بنقول دايما ما نخليهوش تخين، نخليه رقيق على قد ما نقدر، بحيث ان هو لما بينزل عندي في النار كده كده بيتخن فبيعلى، عشان لما نيجي ناكله ما نحسش ان هو يعني مكتوم من جوه. وبرضه بنحب ننوه ان احنا مش بنعلي عليه النار في الاول علشان يستوي شويه من جوه. بعد كده هبدا بقى اعلي عليه النار. اضغط عليه بس كده ضغطه بسيطه، وهقلب كمان قلب اليمه التانيه. بس كده بقى عندي بقى برجر. يعني احنا الحاجات دي بنجيبها من بره مجمده، مش عارفين معموله ازاي، بتبقى سعرها غالي. اولادنا بيحبوها. احنا نعملها في البيت بطريقه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت مش مكلفه. احنا قلنا نص كيلو لحمه عليه ربع كيلو من البرغل. عايزين طبعا نضاعف الكميه بتاعت اللحمه، هنزود الكميه بتاعت البرغل بتاعنا. لو فول صويا نفس الكلام برضه، يعني النص عليه ربع. خلاص كده انا عندي هطلع بقى اللي استووا دول. مش محتاج ان انا ازود عليهم على النار اكتر من كده. بصوا يا جماعه ده بيبقى شكله اهو، شكل البرجر بتاعنا حاجه يعني ولا اروع. ريحته جميله جدا وطعمه برضه جميل جدا. جربوه ان شاء الله يعني باذن الله هينول رضاكم. هخلص بقى باقي الكميه بتاعتي اللي انا محتاجها وارجع بعد كده نشوف هنقدمه ازاي. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه كده بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. طبعا انا قدمته بالطريقه دي كده. حطيت معاه بس وحدات من البطاطس الشيبسي احنا عاملينها هنا برده في البيت.
وانا كنت عملت لكم طريقه بطاطس الشيبسي الجاهز، موجوده برضو عندنا على القناه، ممكن تخشوا تشوفوها. ده شكله اهوت، جربوه ان شاء الله يعجبكم باذن الله. قد ايه طري من جوه وطعمه حلو جدا جدا جدا. هستنى بقى ان شاء الله تكتبوا لنا كده في الكومنتات جربتوها ولا لا، عجبكم ولا لا. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا. اشوفكم كده في فيديو جديد في حفظ الله، ومع السلامه.